خلينا نتكلم بجد مع بعض. 3 شهور بالضبط بتفصلك إن أنت تبدأ السنة بتاعتك الجديدة بالطريقة المضبوطة، وتحط أهدافك اللي أنت عايز تحققها برضه بالطريقة المضبوطة. وخلّينا نرجع للنقطة الأهم، هو هل صح الأهداف مهمة؟ طبعًا أهداف مهمة، وده يرجّعنا وأنا عندي 15 سنة وأنا وصلت ليه حاليًا. من وأنا عندي 15 سنة، الحاجة الوحيدة اللي أنا كنت باعملها في يومي، باصحى الساعة 5:00، باعمل قهوتي، باقرا، باتدرّب شوية في البيت بتاعي. ده بالضبط اللي باعمله، مش باعمل حاجة أكتر من كده. وأنا عندي 15 سنة، السنة بالكامل بس اللي أنا باعمله. مش باخرج مع أصحابي، اللي أنا باعمله كل يوم إن أنا باقرا كمية كُتب كتيرة جدًا، باخد منها ملاحظات، باتعلم من الملاحظات دي وبس. اللي أنا بقى ما كنتش أعرفه إن أنا وأنا بعدها بسنة على طول وأنا عندي 16 سنة، هافتح أول شركة ليّا، وفي أول سنة ليّا هاحقق أكتر من 400,000 جنيه. تمام، وأنا عندي 16 سنة، 400,000 جنيه وأنا عندي 16 سنة. وأنا في سني الحالي وأنا عندي 18 سنة، هافتح الشركة التانية ليّا اللي هي اسمها فالكون ميديا، وهاكون مسيطر على الشرق الأوسط كله من ناحية الخدمة بتاعتي اللي هي توزيع المحتوى. تمام، وهاحقق في أسبوع واحد 300,000 جنيه 300,000 جنيه طبعًا كrevenue، وفي يوم واحد 100,000 جنيه كprofit. هل أنا كنت عارف إن ده كله هيحصل؟ لأ طبعًا. الحاجة الوحيدة اللي أنا استمريت إن أنا أعملها إن أنا كل سنة أحط أهداف ليّا، أحاول إني أحققها على قد ما أقدر، أحاول أطوّر من نفسي دايمًا، أحاول إن أنا أركّز إن أنا عايز أعمل ده. ولو قُلت لي يا محمد إيه أفضل سنة فرقت معاك؟ هاقول لك ولا أي سنة من السنين دي. أنا اللي عملته إن أنا بدأت وأنا عندي 15 سنة، قررت إن أنا بجد عايز إن أنا أمنع إن أنا أخرج مع أصحابي، أركّز بس على عائلتي، أطوّرها دايمًا، وده اللي أنا عملته. وبعد كده ندخل النقطة التانية، سنة ورا سنة بتبدأ تحقق حاجات، وحاجات، وحاجات، وبعد كده بتبدأ بالنسبة لك الأهداف، إيه ده أنا باعرف أحقق الأهداف بتاعتي بسهولة. وخلّينا بقى نبدأ نتكلم في الفيديو ده إزاي أنا قدرت أعمل الموضوع ده، وإزاي أصلًا أنا باحط أهدافي عشان أقدر إن أنا أحققها، إيه الحاجات اليومية اللي أنا باعملها عشان أحقق الأهداف دي، إزاي باحط الأهداف بتاعتي عشان توازن الحياة اللي أنا عايشها، في نفس الوقت يبقى ما فيش ناحية في حياتي مثلًا مش متوازنة. لأ، أنا هاكلمك إزاي تضبط كل الأنحاء بتاعة حياتك، يبقى في توازن في كل حتة. دي بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة التانية هاقول لك إزاي تركّز جدًا وأنت بتحط الأهداف دي، ما تملّش من أهدافك، تقيس أهدافك وتحققها بسرعة جدًا. ماشي؟ يالّا بينا نبدأ. طبعًا نبدأ نتكلم أكتر عن القسم الأول في الفيديو ده، وهو إزاي تقدر تحط أهدافك بالطريقة المضبوطة. ولكن في بعض الملاحظات والدروس لازم تبقى عارفها قبل ما تكتب أي هدف ليك. أول ملاحظة معانا وهي إن أهدافك ما بتقلّش عن 3 شهور ولا بتزيد عن 6 شهور. اوعى تحط لي الأهداف بتاعتك إن أنت عايز تحققها بعد سنة، أو مثلًا إن أنت بعد 12 شهر تحقق أهدافك، تبقى أنت محققها، ما فيش حاجة اسمها كده. أهدافك لازم تكون إلى حدٍ ما في الaverage ما بين مثلًا 12 شهر، النُص بتاعه هو 6 شهور، دي أكتر حاجة. تمام، وأقل حاجة 3 شهور. هتقول لي: "محمد إيه السبب ورا الموضوع ده؟" السبب ورا الموضوع ده هو الدوبامين اللي في عقلك. هو طبعًا بيبقى حاطط أهداف معيّنة، بيبقى متشجّع جدًا وتبقى أنت متحفّز جدًا إن أنت مثلًا عايز تحقق أهدافك دي. طبعًا ده بيبان في أول فترة إن أنت تبقى عايز أحقق أهدافي دي يالّا دلوقتي. فاللي بيحصل بعد كده إن أنت بتمُر بأزمة في إن أنت بتنزل، تنزل، 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 فالتحفيز بتاعك بيقل للآخر. وطبعًا هاقول لك إزاي تقدر تحافظ على إن أنت تبقى مستوى الدوبامين أو مستوى التحفيز عندك يبقى ثابت. طبعًا ده هنقوله في القسم التاني. ولكن اللي أنا عايزك تعرفه هو الموضوع ببساطة ليه علاقة أكتر بعقلك إزاي بيشتغل. لازم تفهمه، لو فهمته إزاي بيشتغل هتعرف تحط أهدافك بالطريقة الصح. فبالتالي أنا عايزك مخّك يبقى عارف إن هو لمدة مثلًا ال3 شهور الجايين أنا هاحقق هدف 1، 2، 3. فيبقى عارف إن الهدف ده قريب جدًا إنه يحققه، وفي نفس الوقت الهدف مناسب بالنسبة لك إن أنت تحققه، فعارف إن أنت كده، كده هتحققه. أنا عارف قُلت هنحققه كتير جدًا، ولكن ده الصح اللي بيحصل. مُخّك عايز الحاجة السريعة برضه، ولكن في نفس الوقت الحاجة الchallenge، وفي الآخر لمّا ييجي يحققها يحس بانتصار. فبالتالي لمّا تيجي تحط أهدافك وتحققها عامةً وعايز مثلًا تحطها كمدة، ما تقلش عن 3 شهور ولا تزيد عن 6 شهور. أنا بالنسبة لي الفترة المناسبة هي 6 شهور، ولكن أنت كبداية حطها 4 شهور. 4 شهور هتحط الأهداف إن أنت عايز تحقق 1، 2، 3، وبالتالي تبدأ تشتغل عليها لمدة ال4 شهور دي، وبعد ال4 شهور تقول أنا حققت إيه بالضبط. تمام؟ دي بالنسبة للملاحظة الأولى. خلينا نتكلم عن الملاحظة التانية. طبعًا الملاحظة التانية ليها علاقة أكتر بعدد الأهداف اللي أنت بتحطها. معظم الناس بتحط أهداف كتيرة جدًا، وبالتالي اللي بيحصل إن هم مش بيعرفوا يحققوها في الآخر. واللي أنا عايز أقوله لك، أهدافك مش بتقل عن هدفين ولا بتزيد عن 3 أهداف. لو أنت عايز مثلًا تحقق أهدافك صح بالكامل، وتبقى أنت طالع من ال4 شهور دول اللي أنت مثلًا حاططهم، أو ال5 شهور أو ال6 شهور بالطريقة الصح، وإن أنت تبقى صح محقق أهدافك بالكامل، أهدافك ما تقلش عن هدفين ولا بتزيد عن 3 أهداف. عشان تبقى مركّز. ومن ناحية تانية أنا هاقول لك إزاي تقدر برضه تحط ال3 أهداف بتاعتك بالطريقة المضبوطة، وإزاي أصلًا هيخلّيك توازن حياتك كلّها في ال3 أهداف دي. تمام؟ فالأهم
ان انت الملاحظه التانيه تبقى عارف ان انت ما تقلش اهدافك عن هدفين ولا بتزيد عن 3 اهداف. ده بالنسبه لي تاني نقطه او تاني ملاحظه. هلا طبعا نبدا نتكلم عن تالت ملاحظه معانا. وتالت ملاحظه معانا ليها اكتر علاقه ب التشالنجينج او التحدي بتاع الهدف ده. لو انت مثلا حطيت هدف ان انت عايز مثلا تحقق 100 جنيه في خلال 4 شهور، هل الهدف ده منطقي؟ هدف سهل جدًا، جدًا إن أنت تعمله، أنت تقدر تعمله بسهولة جدًا، تمام، وبالتالي مستحيل، مستحيل يكون ده حاجة محفزة لعقلك أصلًا إن هو يعمله أو يبدأه. فبالتالي وأنت بتبدأ الهدف بتاعك مهم جدًا إن أنت لمّا تيجي تحط الهدف ده لازم يكون هدف فيه حاجة challenging، وده أصلًا اللي أنا عملته وأنا عندي 16 سنة. لمّا كنت باكتب أهدافي عامةً وأنا عندي 16 سنة، أول حاجة كتبتها إن أنا عايز أحقق personally أو شخصيًا يبقى في البنك بتاعي كده 100,000 جنيه. في نفس السنة دي حققت 200,000 جنيه personally ليّا، يعني شخصيًا ليّا أنا حققت 200,000 جنيه. أمّا أنا كنت حاطط أصلًا في الأهداف كام؟ 100,000 جنيه، بس في الآخر اللي حصل إيه؟ إن أنا حققت 200,000 جنيه. أنا كنت حاطط إن الهدف بتاعي ده هيكون إلى حدٍ ما ممكن يتحقق وممكن لأ، بس كده أنا كان عندي business في الوقت ده، كنت لسه بادئ الbusiness بتاعي، فبالتالي حققت 400,000 للشركة، وطبعًا في بعض الcosts أو التكاليف راحت ل الموظفين أو الteam عامةً، وأنا خدت الباقي، النُص التاني. فاللي أنا باتكلم عليه لمّا تيجي تحط هدف، حُط هدف challenging، في تحدي معيّن يحفّز مخّي إن هو يشتغل كل يوم، وده طبعًا ده اللي حصل لي، إن أنا كنت مش باسيب يوم واحد من غير ما أشتغل فيه. فبالتالي مهم جدًا إن أنت تحط الأهداف بتاعتك تكون فيها challenging وتحدي، ما تحطش أهداف سهلة وبالتالي مش هتعرف تحققها، لإن أصلًا مخّك مش بيتحفّز إن هو يصحى الصبح أو عامةً إن هو يشتغل عليها عامةً يوميًا. أكيد فهمت قصدي. فدي بالنسبة للملاحظة التالتة والملاحظة الأخيرة. خلّينا بقى نبدأ نتكلم إزاي بقى تحط أهدافك وتوازن كل جوانب حياتك بالطريقة الصح. يالّا بينا. خلّينا طبعًا نبدأ نتكلم عن أهم جزء في الفيديو ده، هو إزاي تقدر تحط أهدافك بالطريقة المضبوطة، وفي نفس الوقت تحط ال3 أهداف بتوعك الأساسيين عشان توازن كل حياتك. وأنا هاقول لك إزاي تقدر تعمل الموضوع ده ب3 أهداف بس. طبعًا زي ما قُلنا في الملاحظة الأخيرة، إحنا هنحط 3 أهداف، ال3 أهداف طبعًا دُولَ ما يزيدوش عنّهم ولا يقلّوا عن هدفين. يعني أهدافك كلّها ما تقلّش عن هدفين ولا بتزيد عن 3. فأنا دايمًا كنت باعمل كده، باحط 3 أهداف بتوعي، وال3 أهداف بتوعي بيتناولوا 3 جوانب أساسية في حياتنا وفي حياة أي شخص عامةً، أهمهم تمام. أول حاجة أهم حاجة بالنسبة لي طبعًا الحاجة الfinancial أو الحاجة المالية، فكنت باحط هدف مالي بالنسبة لي يكون مناسب ليّا بالنسبة للسنة دي. الهدف التاني بالنسبة لي هو الهدف الphysical اللي هي ليها علاقة بالرياضة، إن أنا هل هاتدرب كام ساعة في اليوم، كام دقيقة في اليوم، هل هاتدرب كل يوم والّا يوم ويوم لأ. فبالتالي كنت دايمًا باحط هدف ليه علاقة بالphysical goal. وآخر جانب من جوانب حياتي هي أهم جانب بالنسبة لي، هو طبعًا هو ده اللي وصّلني للي أنا عليه حاليًا، هو الجانب الmental أو الmental goal أو الهدف اللي له علاقة بالقراية. أنا كنت باقرا كُتب كتير، طبعًا كنت باحدد في السنة أو في ال6 شهور أنا مثلًا عايز أقرا كام كتاب. خلّينا طبعًا نبدأ نتكلم عن أول جانب من الجوانب المهمة جدًا وهو الfinancial goal. طبعًا الهدف المالي أنا طبعًا هاذكر لك اللي أنا كنت باعمله بالضبط، مش هاقول لك أمثلة من برّه، أنا هاقول لك الأمثلة اللي أنا كنت باعملها عامةً على أرض الواقع عشان تبقى عارف بالضبط أنا كنت باعمل إيه. كنت باعمله بامسك النوت بوك والقلم، باروح لآخر صفحة، باكتب أول هدف ليّا عايز أحقق 100,000 جنيه السنة دي. بس ده اللي أنا كتبته، والله بجد أنا ده اللي أنا كتبته فقط. طبعًا دي كانت السنة اللي أنا لسه كنت هابدأ فيها الbusiness، فأنا كنت مخطط إن أنا عايز أحقق 100,000 في السنة دي. فدي كنت أول حاجة كنت عايز أخطط لها، فكتبت عايز أحقق 100K تمام in this year. بس ده اللي أنا كتبته وسكتّ. فاللي أنا عايزك تعمله بقى هو إن أنت تمسك النوت بوك وقلم وتكتب مثلًا إن أنا عايز أحقق في خلال ال4 شهور الجايين 5000 جنيه كمثال، كبداية عايز أحقق مثلًا 5000 جنيه في خلال ال4 شهور الجايين. حلو جدًا، دي أول حاجة عايزين نعملها. طبعًا إحنا مش عايزين نفكّر في أي plans تمام. اللي إحنا عايزين بس نعمله دلوقتي هو إن إحنا نحط KPI أو هدف أو رقم عايزين نحققه. اللي هو مثلًا عايزين نحقق 5000 جنيه في خلال ال4 شهور الجايين أو خلال ال6 شهور الجايين، ما يهمش، المهم نحقق الرقم ده، ماشي؟ دي بالنسبة للنقطة الأولى. أو حتى مثلًا 2000 جنيه أو حتى 3000 جنيه، كل واحد طبعًا يشوف المبلغ المناسب بالنسبة له ويبدأ يحط الهدف بتاعه، تمام. دي بالنسبة للنقطة الأولى. بالنسبة للنقطة التانية طبعًا، وهي إنك أنت لازم وأنت بتحط الهدف ده تبقى برضه حاطط في دماغك أنت إزاي هتحققه. ما تقوليش يا محمد والله أنا هاحققه من قراية الكتب، ما فيش حاجة اسمها كده. لازم تبقى حاطط في بالك إن أنت مثلًا عايز تبدأ business معين أو مثلًا تتعلم مهارة معينة، فبالتالي تعمل generating أو تقدر تحقق لك المبلغ ده. وهنا نيجي للنقطة الأهم، إن أنا مسمي أصلًا النقطة دي، يعني الهدف ده أصلًا اللي هو اسمه financial goal، أنا أصلًا مسميه الskill goal اللي هو الهدف المهاري. فبالتالي أنت لو عندك مهارة بتقدر تقدمها للسوق، هتقدر تجيب منها فلوس، صح والّا لأ؟ تقدر تقدمها للعملا والعملا يبدأ يستقبلوها، يدّوا لك فلوس مقابلها، تقدر تاخد الفلوس في جيبك، حققت الفلوس. وده اللي أنا كنت باعمله، إن أنا كنت باقدم خدمة ومقابل الخدمة دي باخد مقابلها فلوس، وبمرور الوقت جمعت 400,000 وخدت 200,000 جنيه ليّا أنا شخصيًا. فخلّينا نعيد الكلام ده كله من الأول، ماشي؟ اللي أنت محتاج تعمله هو إن أنت تتعلم مهارة. تقول لي: "محمد خلّص لي الموضوع، أنت عايزني أتعلم مهارة إيه؟"
إزاي تقدر تجيب عميل، دي المهارة اللي عايزك تتعلمها. هتقول لي: محمد ليه المهارة دي بالذات؟ أنا عايزك أنت تفكّر فيها، تمام، لمّا تتعلّم إن أنت إزاي تعرف تجيب عميل، فأنت تقدر في أي خدمة، في أي مكان، في أي زمان، تروح تقول: يا شباب أنا أقدر أفتح الbusiness في أي وقت، لإن أنا باعرف أجيب عُملا. اللي بيخلّي الbusiness بتاعك يُسمى إن هو business هو إيه؟ إن أنت تعرف تجيب عميل، وده اللي أنا عرفته في الأول، تمام. أنا قُلت لنفسي هو إيمو ميديا طبعًا الشركة بتاعتي، قُلت لنفسي هو إيه اللي بيخلّيها اسمها إيمو ميديا أو business بجد؟ إن أنا باعرف أجيب عُملا. اللي أنا عملته إيه؟ ما اتعلّمتش أي مهارة ولا اتعلّمت أي حاجة غير إن أنا بس إن أنا أعرف إزاي أجيب عميل. قعدت بس أدوّر على العُملا، أدوّر على العُملا، أدوّر على العُملا، ده كان يومي. إن أنا بس بادوّر على العُملا، باغيّر في السكريبتات بتاعتي، باغيّر في الإيميلات بتاعتي، أروح أكلّم ده، أروح أكلّم ده وأنا عندي 16 سَنة، وأروح أقنع في ده وأقنع في ده، لحد في نفس اليوم، نفس اليوم اللي أنا بدأت فيه outreaching وبدأت أتواصل مع عُملا، جِبت أول عميل ليّا ودخلت معاه meeting وعملت له close، وطبعًا اتضحك عليّا في اليوم ده. قفّلت العميل ده ب2500 جنيه، بس المهم إن أنا بدأت، دي أهم حاجة. فبالتالي أنت اللي عايزك تعمله هو إن أنت تتعلّم إزاي تقدر تجيب عميل، دي مهارة مهمة جدًا لازم تبقى عارفها ولازم تتعلّمها. ممكن تتعلّمها عن طريق القناة بتاعتي، في سلسلة بالكامل باشرح فيها الموضوع ده، أو حتى عن طريق مصادر كتيرة في النت، تقدر برضه تعلّمك إزاي تقدر تعمل outreaching لclients وتكلّمهم وتقنعهم بالسكريبتات بتاعتك، تمام. دي بالنسبة للنقطة اللي أنا باقول لك إزاي تقدر من خلالها تحقق فلوس بسرعة جدًا. عايز تحقق فلوس بسرعة جدًا، قدّم خدمة، هات عُملا، تمام، وهات شخص يقدّم لك الخدمة دي. دي النقطة اللي أنا دايمًا باقولها في الفيديوهات بتاعتي دايمًا عشان لو عايز تحقق فلوس بسرعة. خلّينا طبعًا نبدأ نتكلّم أكتر عن الجانب التاني من حياتنا، وهو أهم برضه جانب بالنسبة لي من وأنا عندي 15 سَنة لحد دلوقتي، هو الجانب الphysical أو الجانب الرياضي. في إن أنت لازم على الأقل، على الأقل يوم ويوم لأ، تمارس رياضة. لإن طبعًا ده أكتر سؤال كان يعني دايمًا بافكّر فيه، إزاي في أشخاص بيركّزوا أكتر منّي وبينتجوا إنتاجية أفضل منّي في الشغل؟ وهنا بعد طبعًا قراية كتيرة للكُتب، لقيت إن معظم رواد الأعمال اللي بيعملوا دايمًا إن هم لازم على الأقل يلعبوا رياضة، stretch، يجروا، يتمشّوا على الأقل لمدة 10 دقايق. المهم إن هم بيعملوا أي حاجة physical أو في أي حاجة رياضية أو في أي حاجة فيها حركة. وهنا ييجي السؤال، هم ليه بيعملوا كده؟ بيعملوا كده لإن الموضوع ده ليه أهمية كبيرة جدًا، جدًا بالنسبة لعقلك، وكمان إن هو بيخلّي تركيزك عالي جدًا. وأنا طبعًا اتكلمت في الموضوع ده في الحلقة اللي فاتت على طول، اللي هو بتاع ليه دي أهم عادة بالنسبة لك اللي هي الكارديو. فده سبب أساسي في إن أنا من وأنا عندي 15 سنة لازم كل يوم كنت باتدرب. باتدرب في البيت، أنا ما كنتش باحب الgym صراحةً، أنا بس باحب الكارديو وإن أنا أتدرب مع نفسي في البيت. فبالتالي اللي أنا عايزك تعمله هو إن أنت تحط الهدف التالي، إن أنت تحط مثلًا هدف، مثلًا شوف مثلًا لو أنت عايز تنزل gym، أو إنك أنت كنت عايز مثلًا تلعب كارديو، أو إن أنت عايز تتمشى، أو مثلًا تلعب تمارين في البيت أو أي حاجة من الحاجات دي. وتحط الهدف ده تقول مثلًا إن أنا عايز مثلًا ألعب كارديو كل يوم لمدة 7 دقايق، أو ألعب كارديو مثلًا يوم ويوم لأ، يوم ويوم لأ، أو إن أنا أروح gym يوم أيوه ويوم لأ، يوم أيوه ويوم لأ. بنفس الطريقة دي هتقول لي: محمد طب ليه أنت مركّز أوي على إن إحنا نروح يوم واليوم التاني نسيبه وبعدها نكمّل اليوم اللي بعده؟ عشان أنا باحب إن أنا أضبّط فيها مستويات الدوبامين وأرجّعها لنفس مكانها تاني. بمعنى أنا مثلًا اليوم الأول اللي هو يوم السبت، بابقى مثلًا حاطط في بالي إن أنا مثلًا أجري 3 كيلو. فلمّا باجري 3 كيلو بابقى طبعًا فرحان جدًا إن أنا جريت ال3 كيلو، وبارجع البيت بييجي اليوم اللي بعده مستويات الدوبامين طبعًا بترجع لمكانها. فلمّا ييجي اليوم التالت بابقى متحفّز إن أنا أنزل أجري تاني. فعشان كده أنا باطبّق الاستراتيجية دي في بعض من يعني جوانب حياتي، عشان بس أضبّط فيها مستويات الدوبامين. فبالتالي المهم إن أنت تتحرّك، مثلًا قُل لنفْسك إن أنا كل يوم هانزل الشارع هاتمشى مثلًا لمدة 10 دقايق. المهم تتمشى لمدة 10 دقايق، تمام. مثلًا إن أنا هاعمل استرتشات في البيت، إن أنا مثلًا هاروح الgym مثلًا كل يوم الساعة كذا لمدة كذا. فبالتالي مهم جدًا، جدًا إنك تحط أهدافك بالطريقة المضبوطة، وتحط دايمًا إن أنت عايز مثلًا توصل لرقم معيّن خلال فترة معيّنة. أنا صراحةً كنت قبل كده حاطط هدف إن أنا عايز أوصل ل100 كيلو في خلال 3 شهور، إن أنا أجري 100 كيلو في خلال 3 شهور. عادي جدًا، أو مثلًا إن أنا ألعب 7 دقايق كارديو مثلًا يوم ويوم لأ، بنفس الاستراتيجية اللي أنا باقدّمها، تمام. فبالتالي كل واحد طبعًا عنده الحاجة اللي بيحبها. أنت شوف الاستراتيجية المهمة بالنسبة لك، ولكن أنا بالنسبة لي أهم حاجة إن أنت تتحرك في يومك. ده هيخلّيك ذكي جدًا من ناحية التركيز، ومن ناحية تانية بتعرف تنتج أفضل من أي حد تاني، وبرضه هيخلّي جسمك صحته عامةً. يعني أنا مش عايز أتكلم عن موضوع الرياضة من ناحية الصحة، هيخلّيه في حتة تانية. بس صراحةً أنا لو قُلت لي السبب الأساسي ليه أنا بامارس رياضة، علشان تركيزي يكون أفضل من أي حد تاني في الشغل، وبالتالي أبقى أفضل من أي حد تاني برضه في أي حتة عامةً في الشغل، أبقى أنا مركّز جدًا، أفضل من شخص تاني، فابقى أنا متفوّق عليه. ده الهدف بتاعي عامةً. فده بالنسبة للجانب التاني من حياتك. خلّينا طبعًا نبدأ نتكلم عن أهم جانب في حياتي، وهو الجانب التالت، وهو الmental goal والهدف العقلي. طبعًا هنا قصدي بيها القراية. ومن وأنا عندي 15 سنة
أول حاجة كنت باعملها إن أنا بس باقرا كُتب، طبعًا أنا ما كانش عندي في الوقت ده business، اللي أنا كنت باعمله بس إن أنا باصحى من النوم، باعمل قهوتي، باقرا كُتب، 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 وباخد ملاحظات وباتعلم منها وخلص الموضوع. مش عارف إيه السبب ورا الموضوع ده، ولكن اللي أنا لقيته إن أنا مش عارف أعمل إيه، ما أنا ما كنتش فاهم في business وما كنتش عارف إيه الbusiness اللي أنا أبدأه. الحاجة الوحيدة اللي كنت عارفها إن أنا أقرا كُتب واستنى الفرج، وصح، يعني ما فيش حد عارف، أنا كنت طبعًا السنة دي كلها كنت بس باقرا كُتب، والفرج جه وأنا عندي 16 سنة، إن أنا فكرت في فكرة business وبدأتها، ودي النقطة الأساسية. فبالتالي مهم جدًا إن أنت تقرا عامةً يوميًا، دي نقطة أولى. وهاقول لك إزاي أنا عامةً باقرا الكُتب بتاعتي، أو إزاي مثلًا باقسّم وباحط الهدف بتاعي كتقسيمة. أولًا أنا باقرا كتاب كل 10 أيام، تمام، باقرا كتاب كل 10 أيام. طَب إحنا عندنا عامةً كام 10 أيام في الشهر؟ 3 عشرات، تمام. ال10 الأولى اللي أنا باسميها ال10 first 10 وfirst FIRST، تمام. وطبعًا باكتبها 10 10 F، تمام، دي بالنسبة للنقطة الأولى. ده الجزء الأول أو أول 10 أيام في الشهر. تاني 10 أيام في الشهر باكتبها 10 second يبقى 10S، تمام. وتالت 10 أيام في الشهر باسميها طبعًا منطقية 10T، تمام. طبعًا باخد أول حرف مثلًا من الحروف عامةً. فبالتالي أنا اللي باعمله إن أنا باقرا كتاب كل 10 أيام، وطبعًا الموضوع ده مهم بالنسبة لي. فطبعًا مجموع الكُتب في الشهر كله 3 كُتب. اضرب 3 كُتب دُولة في 12 شهر، أو حتى في 6 شهور على حسب طبعًا، أو حتى مثلًا ممكن في 4 شهور، على حسب طبعًا المدة اللي أنت حاططها كأهداف ليك. وهتبدأ في الآخر يطلّع لك النتيجة أو مجموع الكُتب اللي أنت عايز تقراها كل 10 أيام، تمام، أو مثلًا كل شهر، تمام، أو في المدة اللي أنت عايزها يعني. فده بالنسبة للقراية. وطبعًا القراية طبعًا مهمة جدًا، هي اللي هتوصّلك في إن أنت تبقى فاهم معلومات أفضل من أي حد تاني، وهتدّيك ثقة وأنت بتتكلم. فبالتالي أنا اللي خلّاني وأنا عندي 16 سنة إن أنا أقابل أشخاص عندهم 35 سنة و40 سنة، واقنعهم إن أنا كنت فاكر إن أنا قاري كُتب كتير عن المجال ده، فبادخل باتكلم بثقة. ممكن أكون أصلًا عندي معلومات غلط، بس أنا إيه، قاري كتير، فأنا مش هاممني حاجة، فيالّا أنا باتكلّم معاك عادي. وأنا حتى ممكن ما أكونش فاهم الخدمة، بس القراية بتخلّيك إن أنت عندك معلومات كتيرة. وزي ما قُلت قبل كده في فيديوهات من فيديوهاتي، بتصيبك بحاجة اسمها الغرور المتواضع. بيبقى عندك غرور من جوّه متواضع، إن أنت إيه ده، أنا عارف المعلومات دي، أنا قريتها قبل كده في كُتب. فبالتالي لمّا تيجي تتكلّم قدّام حد، بتتكلّم معاه بثقة، وبالتالي ده فايدة القراية. ومن ناحية تانية القراية بتخلّيك إن أنت تشوف جانب من جوانب حياتك اللي لسه ما حصلتش. زي مثلًا أنا في مثلًا جانب من جوانب حياتي، مثلًا أنا كنت لسه مش بامارس فيها رياضة، فعرفت إن في مثلًا حد بيمارس رياضة معيّنة وكان برضه بيعيش نفس حياتي ونفس أهدافي، فاتعلمتها منه. فبالتالي القراية بتأثّرك المدة اللي أنت عامةً بتقضّيها في حاجة معيّنة، بتخلّيك تشوف حياة الناس قدّام في المستقبل، وتبدأ أنت تطبّقها في الحاضر بتاعك. دي أهمية القراية، ماشي؟ بس، ده بالنسبة للجانب التالت.